كنا نتواصل بين الحين والآخر، لكنه كان صعباً لأنه لم يكن هناك إنترنت، والمكالمات الدولية كانت باهظة الثمن. وبعد عامين من رحيله، أحمد هو صديقي منذ الطفولة الذي انقطع عني منذ أكثر من 13 سنة. عندما سافر كنا نتواصل بين الحين والآخر. لكنه كان صعباً لأنه لم يكن هناك إنترنت، والمكالمات الدولية كانت باهظة الثمن. وبعد عامين من رحيله لم أعد أسمع عنه شيئاً. وبصراحة أنا أيضاً انشغلت بترتيبات خطوبتي ثم متاعب الزواج والأبناء. وبعد سنوات طويلة تفاجأت بطلب صداقة على فيسبوك من شخص يدعى أحمد الزاهد. قلت في نفسي: هل هذا ممكن؟ قابلته فوراً ودخلت لأتحدث معه، ولكن لو أنني أستطيع العودة بالزمن لما قبلته ولا تحدثت معه. وهذا ما حدث بيننا. يا أحمد، أين كنت طوال هذه السنين؟ هل أنت بخير؟ ماذا حدث لك؟ ماذا تقصد؟ بماذا حدث؟ هل أنت مجنون؟ أنا تركتك منذ بضع ساعات فقط. شعرت بالقلق والارتباك ورددت بلا تفكير: افتقدت دعابتك التي لا أحد يحتملها. بجد، أين اختفيت في كل هذه المدة؟ حاولت الوصول إلى أهلك، ولكن كلما مررت لم أجد أحداً. ثم فكرت أنهم ربما انتقلوا من هنا. سامر، ألا ترى أن هزارك غير مضحك؟ ألا تعلم أن هذا الموضوع يزعجني؟ لماذا تزيد من إيلامي وتمزح به؟ ما الذي لا أفهمه؟ هل هم بخير؟ سامر، أبي وأمي ماتوا منذ عامين في الحادث الذي سببناه. هل أنت تتعاطى شيئاً؟ في ذلك الوقت شعرت بالرعب والدهشة. كان واضحاً أنه يتحدث بجدية، وكان هناك شيء لم أنتبه له، لكن ما هو؟ لم أستطع معرفته. كيف يمكن أن يكون أحمد الذي لم أره منذ 13 سنة كان معي امبارح؟ وكيف مات والداه في حادث؟ وكيف أعرف ذلك؟ لم أفهم شيئاً. بدأت أفكر بنفسي واحدة تلو الأخرى: هل أعرف شخصاً آخر باسم أحمد؟ واختلطت الأمور علي. لكن لحظة شعرت بشيء غريب. شعرت أنني لا أتذكر شيئاً، ليس عن أحمد فقط، بل عن أي شيء على الإطلاق. نظرت إلى زوجتي لأتحدث معها، لكن لماذا؟ لم أجد أحداً في المنزل. لا، هذا ليس منزلي على الإطلاق. أنا في مكان لا أعرفه، ولكن صورتي موجودة فيه. صورتي مع امرأة لا أعرفها، وأحمل طفلة صغيرة في يدي. نبدو وكأننا عائلة، لكنني لا أعرفهم. وفي تلك اللحظة حاولت أن أتذكر زوجتي التي أعرفها وأولادي، ولكنني فوجئت بأنني لا أتذكر شيئاً عنهم. حتى ملامح الوجه والأسماء اختفت من عقلي. كل ما أتذكره هو أنني كنت متزوجاً ولدي أولاد، وهذا كل شيء. لم يبق لي سوى أن أعود وأتحدث مع أحمد مرة أخرى. لكن ماذا أقول له؟ أقول له أنني لا أفهم شيئاً، وأنني لا أعرف من أنا. وبينما كنت غارقاً في بحر من الأفكار، سمعت باب الشقة ينفتح، فركضت واختبأت تحت السرير. سمعت صوت امرأة تناديني: سامر، سامر،
هل خرجت أم أنك هنا؟ واستطعت أن أرى وجهها. هي المرأة التي رأيتها معي في الصورة، لكن بمجرد دخولها الغرفة فزعت وسقطت الحقيبة التي في يدها. سامعتها تتحدث مع شخص ما. لا أعرف من كانت تتحدث معه، لكنني فهمت من كلامها أنها تتحدث عني. قالت: ياسر، وجدت دواء سامر على الطاولة كما هو، ويبدو أنه نسي أن يأخذه واستيقظ، وأنا أبحث عنه ولم أجده في الشقة. أخشى أن يتذكر شيئاً ويذهب إلى أهله أو أحد أصدقائه الذين كان يعرف. أنا لوهلة حسيت إنه هفقد الوعي من اللي سمعته. كمية التخبط والتوتر والخوف اللي أنا فيها مش قادر أوصفها. ولما بصيت تجاه الشنطة اللي وقعت من إيدها، الدم نشف في عروقي. شفت دم خارج منها وفي حاجة شبه الراس. أيوة، أنا شايف صح، دي راس إنسان. أنا مش قادر أستوعب الموقف اللي أنا فيه أو إيه اللي بيحصل، لكن الأكيد إني في وضع مريب وفي حد مسيطر عليا من سنين بحبوب أو بحاجة أنا معرفهاش. لكن الأكيد واللي أعرفه إني لو خرجت دلوقتي من تحت السرير فحياتي هتبقى في خطر.